هذا النص موجود في سفر يوحنا اللاهوتي، السفر 12، الإصحاح 12 إلى الآن. هذا أعظم نص موجود في الكتاب المقدس. اسمعوه وركزوا. وظهرت آية عظيمة في السماء. هذه رؤية. شنو هي الآية؟ امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها. من هذه المرأة؟ وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. من هذه المرأة؟ بحسب التفسير المسيحي قالوا هي، التفسير المسيحي القديم قالوا هي من؟ مريم. التفسير المسيحي الحديث قالوا لا، هي الكنيسة. كيف الكنيسة مرأة؟ الله العالم. ما علاقة 12 بالكنيسة؟ الله العالم. لكن شوف تتمة النص. وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون وعلى رؤوسه 7 تيجان. هذا التنين عدو لهذه المرأة. وهذه الأرقام التي ذكروها تتطابق مع أعداء المرأة التي نقصدها بالضبط. زين، شوف التتمة. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. يعني التنين يحارب من؟ نسل هذه المرأة. شوف التعبير. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. ابن هذه المرأة سيكون له دور في آخر الزمان أن يقيم العدل وين؟ في الأرض. زين، هذا الولد مهدد من من؟ من التنين. شوف هذا التعبير وأسألكم ماذا تفهمون. واختطف ولدها إلى الله وإلى العرش. شنو يعني؟ غاب، الغيبة، أنه غاب ليحفظ من الأعداء. فامرأة 12 كوكب وولد يأتي في آخر الزمان يقود الأمم، وهذا الولد يغيب. شوف. والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله، إلى أن يقول يذكر حدثت حرب في السماء، نزل الشيطان، إلى أن يقول طرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان. 2، إبليس والشيطان، الذي يضل العالم كله. أعداء هذه المرأة هم الذين ماذا؟ أضلوا كل العالم. ضلال كل العالم في رقبة من؟ أعدائها. طرح إلى الأرض وطرحت معه الملائكة، إلى أن يقول الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم. شنو الشيء الذي سيجعل الخير ينتصر؟ شوف، اسمع التعبير. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. في مورد آخر يذكر أن هذا المخلص ينتقم وينتصر بماذا؟ بذبيحة له عند شط الفرات. هذا التعبير في الكتاب المقدس موجود، أن هذا المخلص له دم عند شط الفرات ينتقم له. على كل حال، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، إلى أن يقول في نهاية النص فاضطهدت المرأة التي ولدت الابن الذكر. أعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير، يعني ماتت. ماذا فعل التنين؟
وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله. إذن وصايا الله محفوظة وين؟ في نسل هذه المرأة. وأعداء الله يحاربون نسل هذه المرأة لأنها هي التي، هذا النسل هو الذي يحفظ ماذا؟ كلمة الله. وابن هذه المرأة هو الذي يخلص الأمم. فلما نجمع بين النصين، عندنا مرأة يتعلق بها 12 كوكب، ابن هذه المرأة هو الذي سيخلص الكون، لكن لوجود من يترصده ماذا؟ اختطفه الله للعرش وغيبه. فماذا حصل؟ في فترة غيبة إبليس صنع حربا مع نسلها. هذا الذي غاب يرجع ويرفع راية للشعوب ويسمى القائم، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. المهدي